السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة هاني سليمان لجراحة العظام والعمود الفقري والروماتيزم والكسور. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن آلام أسفل الظهر، وقلنا يعني إيه آلام أسفل الظهر، شخصها إزاي، قلنا الأول أسبابها وقلنا إزاي نشخصها. تمام؟ النهارده هنتكلم عن علاج آلام أسفل الظهر. طبعا إحنا عشان نعالج آلام أسفل الظهر لازم نحدد سبب الألم ده، هل سبب الألم ده عضلي أم عصب أم العظم بتاع العمود الفقري؟ يعني لو عضلات شد وتقلصات في العضلات ديت ما بنحتاجلهاش أي جراحة، بنشتغل بالعلاج الدوائي زائد العلاج الطبيعي، والعيان يصبر، بنمشي شهرين بالعلاج، من شهرين لثلاثه بالعلاج الدوائي زائد العلاج الطبيعي، العيان بيتحسن وبترجع عضلاته تاخد وضعها الطبيعي تاني وما تعملش الم تاني في ظهره. العيان اللي بيشيل تقيل وبيوطي كتير وبيعمل مجهود وهو موطي، ده احنا بنقول له قلل مجهودك شويه في اثناء فتره العلاج وبعد كده اعمل اللي انت عايز تعمل. طيب ممكن يكون سبب تاني من الام اسفل الظهر، ناخد على سبيل المثال مش على سبيل الحصر، لان الام اسفل الظهر زي ما قلنا دي الام كتير. سبب تاني من اسباب الام الظهر عموما حالات التقوس، تقوس العمود الفقري او اعوجاج العمود الفقري، حالات التحدب ودي هنتكلم عنها بالتفصيل، سواء التحدب او اعوجاج العمود الفقري في الحلقتين اللي جايين دول ان شاء الله رب العالمين. تمام؟ لما بنشوف حاله تحدب او حاله اعوجاج في العمود الفقري بنشتغل على الاكس راي وعلى الاشعه المقطعيه، وبنقدر نحدد الانجل بتاع التحدب، الزاويه بتاعه التحدب او الزاويه بتاعه الاعوجاج، وبنصلحها باننا بنشيل الفقره اللي هي الفقره بتاعه الانجل نفسها ونرجع العمود الفقري لوضعه الطبيعي ونثبته بشرايح ومسامير. طبعا ده بيفرق العلاج حسب السن، احنا لو يعني العيان دايما بيتولد بحاجه زي كده، الاغلبيه اللي بيتولد بحاجه زي كده. طبعا لو عرفناه قبل 3 سنين بيبقى له طريقه في العلاج، ممكن العلاج الطبيعي مع شويه علاج والدنيا تظبط، ولو ما ظبطتش بنصبر عليه لحد ما يتم 12 سنه وندخله عمليه. تمام؟ اما الحد الكبير او الشخص الكبير اللي جاله تحدب مش موروث مش مولود بيه نتيجه لمجهود او لحركات غلط، ده برضه بنلجا للتدخل الجراحي علشان حالته ما تتفاقمش وتبوظ. طيب ايه تاني من الام اسفل الظهر بنعالجه ازاي؟ من الم اسفل الظهر العصب الوركي اللي خارج من الفقرتين الثالثه والرابعه والخامسه، ده بيأثر جامد على الساق، على الرجل، اسفل الساق من الخلف واسفل الفخذ، فبيبقى الم فظيع، بيبقى عباره عن شكشكه في اسفل الظهر مع الم على خط العصب وهو ماشي، فده برضه بيبقى له طريقته في العلاج الدوائي زائد العلاج الطبيعي. كده يبقى خلصنا الام اسفل الظهر. هنشتغل بقى على حاله مرضيه، حاله من الام الظهر عموما، كل حاله نفرد ليها حلقه ونتكلم عنها باستفاضه ان شاء الله. اشكركم جميعا على متابعتكم، ويا ريت ننشر الفيديو ده علشان يستفيد منه اكبر عدد من الناس، ولو في اي سؤال نحطه في الكومنتات، ولو عايزين حلقه عن اي مرض من امراض العظام برضه حطوه في الكومنتات ونتكلم عنها ان شاء الله رب العالمين. شكرا، السلام عليكم.